فرص كثيره في يتم انتصار العرب على الحدود. هذا الانتقاد الذي لعيب مش عارف يلعب ايه في ايه، ده احنا لسه في الاول. يجعل من التركيز يكون عالي، لكن انا اتكلم من ناحيه احنا حاجه الى اضع فقط، وان كان ستون وول اللاعب تطور وتحسن واكيد انه في مستوى المنافسه الدولتين ويقدم فيها تجيد ثلاثه قليلا. طب صعوبه لكن زي ما بفكر الالعاب هي تعين انا شايف كشريده عن الصعود. انا اتكلم عن الشريده التشريده الظهير الايمن. لماذا المباراه الماضيه كذلك لم يكن جيدا؟ الظهير الطاهر الظهير الهجومي لما لا يشارك كثيرا في الهجوم دائما تحكم عليه نفسه على العاصمه. دائما روبرتو كارلوس هذا اين يستميز؟ يحدث الظهير الموجود يحتاج لمهاجم. اكيد معاك اتفق، ولذلك اليوم انا لماذا اتكلم لك على المهاجم؟ لانه احنا طابع المنتخب المصري له تركيبه خاصه زي يقول يلعب فيها نص المغرب الجزائر. احنا تركيبتنا لا نصنع اللعب، ليس هناك ان نستحوذ 60-70% كوره، لذلك لما تلعب في مهاجم واحد لابد ان انت تكون لديك الكره في معظم المباريات. اتمنى ان من كلامي هذا وانصدر بشكل جيد، وانه لما ينزل يوسف الى الملعب ان نشاهد العاشور ونشاهد الحرب ونشاهد الهجوم وبعد هذا مطلوب. هذا اللي بيتكلم عليه هذا اللي قاله محمد ابو سليم. اتمنى. طيب ناتي الى منتخب مالي كابتن ابو ونتحدث عن هدف ونقاط القوه التي لابد ان يحرزها المنتخب التونسي. اولا هم صراع اول الاثنين المهاجمين هجوميين بيجوا كتير اقوياء ومحطات اساسيه، ولما بيتزنقوا ولا بيتضغط عليهم بيلعبوا لعب مباشر. تمام. فالنهارده الاثنين مرتزقه وياسين لازم يبقوا مركزين، واللي قدام الاثنين يعني يلعبوا تونس بيلعبوا 6 لا 1-6 بس. هم بيلعبوا 2 مهاجمين. اوعى تخلي 2 على 2. صحيح. اوعى تخلي 2 على 2. لازم يبقى في زياده عدديه لان هم اقوى واسرع وبيلعبوا لعب مباشر عليهم. لعب مباشر عليهم التلت الهجومي الخطار بسرعه. فلازم اللعيب الاثنين السخيري والقدام يحمي الاثنين اللي قدام خط الدفاع والكره الثانيه تبقى تحت. لان اول ما بيلعبوا لعب مباشر عليهم ايه مهاجمين؟ اللعيبه بتوع نص الملعب الملك بيروح. فلازم لعيبه نص الملعب الكره الثانيه تبقى تحت. نيجي الحته الثانيه احنا مش عايزين نضغط من مالي مش ولا هي فرقه كويسه وفرقه محترمه انما تونس على لعيبه مش لازم عشان كتير. المشكله بتاعت تونس ملاعب تونس كانوا بيضايقونا ليه؟ لانهم عندهم مكان مسلم كان هو 70% بيبص لنفسه و30% بيبص الحالي النسخه الحاليه 70% بيبص للمنافس 30% بيبص على نفسه. لا فالنهارده عاوزين توازن وعاوزين تفاهم لان اختار مجرد المباراه واهمها التمريرات الغلط 104 تمريرات غلط. اذا كانت طبعا هذه الاطلاله مستديمه حول طبعا القراءه الفنيه لهذه المباراه، وطبعا نستمع الان لجلال القدري مدرب المنتخب التونسي وإيريك ميتشيل مدرب المنتخب الالماني. اللاعبين ان شاء الله يكونوا في التركيز المطلوب لتحمل المباراه بالكسب. ننتظر من اللاعبين ان يكونوا جاهزين ونبذل بقوه في هذه المباراه. نحن اخذنا مباراه صعبه ضد منتخب افريقيا الجنوبيه او جنوب افريقيا عفوا، وهذه مباراه تلزم المنتخب التونسي ستكون صعبه تكتيكيا وفنيا وبدنيا. لابد من المباراه من اول دقيقه ولا بد من تدعيم كل الطموحات من خلال التواجد الجيد على ارض الميدان. إذا طبعا هذه طبعا لقاءات سريعه مع المنتخبين من داخل ارض الملعب. بدايه المباراه التي تكون تحديدا كانت جلال القدري التوازن الافضل البدايه التي فاتتك الشهيره رخ في بيدق. بص بالك في الأوسط وزير بس الجزيرة ده مطبيتين
شغال. لو ده جيم كلاسيك لا بس برضه معاك بقى كتير اوفر ويلمنج. اوفر ايه؟ اوفر ويلمنج. ماشي انا هعديها. تتحرك وتلعب حتى العقول الاسرائيلي تحرك وسط الميدان 8 نيوز من يرى التسديد من درجه الجول. تصدق كانت مات؟ يعني لعبت الصح بالصدفه صح؟ الحمد لله. كان عايز يديني كش بالرخ كش قرار بالله. عارف اللاست هوب الفرفره الاخيره. لا بس ما كانش ماكي يا عم الرخ. حركه ده بقى شكرا يا حبيبي. منتخبات كبيره تخسر بالسته والسبعه وتخسر هذه كيفيه التحضير اليوم انت في الدخول فرد على المنتخبين اليوم كل فرصه تاتي للاعبين واتمنى دفاعي تحضير البلوك ده لا يكون المرض ما لازم يكون متاثر بمعنى بشير انا اتكلم فقط نقطه على السعيد اللي هو حارس مرمى جيد لكن لابد رخ البيت الواحد بعد الاحيان تشعر ان ده مدير اللاعبين في كل حال اليوم هو في البطوله هو هذا البطوله كبيره بيطول وقت الفيديو. ماشي. مع طريق المساحه اليوم تونس لابد يعلم انه كذلك هو فرصه كذلك الفتره السلبيه لمرجعي شكل البادي بتاعي مش كويس. حلو حوار شكل البادي.